في الفيديو ده هنعمل مقارنة مين الأفضل، صلاح ولا مرموش. بس قبل ما نخش على الفيديو هوريكم شوية لقطات لمحمد صلاح وشوية لقطات لعمر مرموش. يلا بينا يلا بينا. أليستير يكسب الكرة خطيرة جدا، صلاح والهدف الثاني من صلاح، الهدف الثاني من صلاح. الليفر يسجل ثاني أهدافه وصلاح يسجل ثاني أهدافه. هدفين اليوم استرجعت الكرة وانطلاقة صعبة، سلايد لمحمد صلاح. ثالث جول، سلايد وصلاح جول. 3-0 صارت النتيجة الآن. ثالث أهداف محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم. وبمحاولة لمحمد صلاح، محمد الله على كرة خطيرة هنا، المحاولة برادي الله كرة من ركلة الجزاء في الشوط الثاني مشتعل ما بين الفريقين. صلاح الآن في مواجهة جون ستون صلاح. نعم مرموش يمرر الكرة داخل المنطقة، الاستلام كيتيكي. المرتدة هذه ممكن جدا، مرموش هرب، مرموش يسجل، مرموش يسجل التعادل لفرانكفورت الغدار. يمرر كرة لعمر مرموش، يسدد كرة حلوة، المتابعة والفولو هي مصطفى مرموش يسدد، ومصطفى محمد يسدد. مرموش كسرها، مرموش والثالث. كذبني مرموش. حوش من يحوش مرموش. 3-3 مش ممكن. في سباق مع الزمن، في صراع مع الوقت. نادي فرانكفورت خطير، الكرة في المرمى، جول. مين الأفضل دلوقتي، محمد صلاح ولا عمر مرموش؟ طب خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة، بلاش نضحك على نفسنا. من فترة كده بدأنا نسمع سؤال بيتكرر كتير، هو مين الأفضل، محمد صلاح ولا عمر مرموش؟ تعالوا ناخدها واحدة واحدة ونفكر بالعقل. محمد صلاح ده مش مجرد لاعب، ده تاريخ كبير جدا. يعني محمد صلاح ابتدى من المقاولين وراح بازل وبعدها تشيلسي وبعدين انفجر في روما لحد ما بقى نجم الفريق الأول في ليفربول، وكمان بقى أفضل لاعب في العالم وحقق مع ليفربول إنجازات كتير جدا. يعني الكلام عن صلاح مش سهل إطلاقا. خلينا نتكلم على عمر مرموش. عمر مرموش طلع من وادي دجلة وسافر ألمانيا وبدأ يشتغل على نفسه كتير جدا، ودلوقتي بقى من أهم اللعيبة في مانشستر سيتي، وبصراحة كده بيلعب بروح عالية جدا. بصراحة برضك أنا شايف إن المقارنة مش لازم تكون مين أحسن من التاني، بس المفروض نسأل إزاي نخلي الاتنين دول يشتغلوا مع بعض ويكسروا الدنيا مع المنتخب. محمد صلاح رمز كبير ومرموش مستقبل أكبر، والاتنين جامدين وكل واحد ليه طريقة لعب. محمد صلاح خبرة كبيرة ومرموش طموح كبير. في الآخر سواء انت كنت من جمهور صلاح أو بتحب مرموش، المهم إننا كلنا بنشجع مصر. الاتنين لعيبة كبار وكل واحد فيهم ليه دور مهم، لكن عشان نفرح إن عندنا نجوم زي دول خلينا دايما نشجع اللي بيتعب ونفتخر بولاد بلدنا. وبس كده، كان معاكم الكابتن، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.